الكتاب، مرحله ما قبل العشرين، بدات يعني افكر سؤال، مش لازم الشعر يبقى كلام جميل، فوق لازم يكون كلام جميل، لازم اترك شيء عند المتلقي. ما هو الكلام الجميل بعد ما بتسمعه وتبسط منه بتبخر، انما سبت له ايه؟ يعني من وجهه نظري الشعر اللي المتلقي يسمعه ويسيبه زي ما بدأ بيه، يبقى الشعر ده فشل. فشل لو يسمعك وما تدخلش جواه حاجه، تبقى انت فشلت بأداء رسالتك. ف يعني كنت عايز بشكل غير مباشر، ولذلك برضه بفكر معضله، هل الشعر ينزل للناس ولا يطلع الناس ليه؟ دي معضله. لا، الاجابه انزل خده واطلع. بالظبط، ما تقولوش اطلع لي، لا، انزل خده واطلع بيه، انزل خده واطلع بيه. ده اللي ولذلك الحمد لله برضه من الالقاب اللي بعتز بيها ان هو قال لك فيلسوف البساطه او فيلسوف العاميه. انا بعتز ان انا بحاول فعلا، مش بحاول، هو شعر داخل فيه، او الفتره الاخيره ال10 سنين الاخرانيين ده بعتبر مرحله يعني خاصه بيه. انا قدامي ما شاء الله يعني العديد من الدواوين الشعريه، بحلم لبلدي، وحي السلام، لحظه بلاد، مواسم الاحزان، وجع السنين، كتاب المفروض في علم العروض، ماذا عن هذه الجزئيه تحديدا؟ يعني برضه مع احترامي لكل الناس اللي بتكتب حاليا، ومن الاسباب اللي بتقول لحضرتك الجمهور انصرف، الناس بدات تتخلى عن الاوزان، بدات تتخلى عن الاوزان. ولا سماعي. يعني فيه قاعده بتقول الموسيقى قوام الشعر، فلا قوام للشعر بغير الموسيقى. مش معنى كده ان الشعر الموسيقى يبقى شعر، لا، يبقى موسيقى اول عشان اقول هو شعر ولا لا، بس لا، عشان يدخل في اطار ان طبعا مع احترام الناس، في ناس بتكتب القصيده النسويه وابداع جميل جدا جدا، بنختلف فقط في المسميات، يعني لكن في ابداع. انما مسمى الشعر لازم ان يكون موجود، بوجهه نظري مع احترامي طبعا لدقته. يعني شايف ان الراجل الخليل بن احمد الفراهيدي ده شايفه عبقري من العبقريات اللي يمكن تتصرف، ولكن بما انه الكلام ده من 1000 سنه كان بيحط الراجل في ناس قاعده تاخد عليه مقاصد. طب ما ترجع لزمنه وتشوف في بالفعل شويه حاجات متعقده زي الناس اللي بتبسط تفسير النحو والحاجات ده. مش معنى كده ان بحط بناطح الخليل بن يعني من الناس اللي بحبهم جدا وبعتبرهم من الامثله واللي علموا معايا برضه، ان في حاجات في علم العروض حمل زايد على المتلقي، يعني مصعبه المسائل. فمن خلال خليل بن احمد نفسه بحاول ان انا متلقي، انا عادي ان انا اقول نفسي ان انا ابسط هذا العلم بحيث اللي بيتلقاه يحسن الفهم، يحسن الفهم. فلذلك انا مسميه وحاطط المسمى على النمط القديم، على المفروض في علم العروض. يعني في حاجات انا شايف لا، حاجات غريبه، يعني لما اقول لك مثلا ايه البحر الكامل تفاعلاته متفاعله مستمد منه بحر الرجز مستفعل، يعني ايه مستمد منه؟ يعني تفاعل متفاعل ده اتحرك فيها، استكتم فيها ثاني متحرك بقت مستفعل. يقول لك اذا القصيده بالكامل اتكتبت من بحر الرجز مستفعل ودخلها تفعيله اسمها متفاعل، اتحولت للبحر اللي هو منه تفعيله واحده. كلام غريب طبعا، منطق غريب. يعني منطق ازاي نكتب قصيده كلها من الرجز مستفعل ودخلها؟ وعلى فكره هو جائز الناس بين البحرين، جائز هذا جائز عربيا جائز، ولكن ان تنسب للبحر اللي هو اللي استخدمت منه تفعيله واحده طبعا طبعا. فهقول وجهه نظري في الكلام ده وشويه حاجات برضه اعتقد انها حمل زائد على المتلقي او اللي بيهمه علم العروض، هيحس ان شيء بسيط جدا جدا وشيء جميل ومحبب ويقبل عليه، لان الناس اللي بتدرسه في الكليات لا بتحبوش، بتحس انه علم بغيض مش محبوب، ولكن انا بعتبره من اجمل الوقت ان هو موسيقى، علم جميل جدا. فبحاول ان انا يعني ربنا يوفقني واقدمه بشكل الناس تتقبله بسلاسه وبقبول وبحب. ده صحيح. وانا عارف الوقت هيتسع ولا لا، لان القصيده طويله، لانها تعتبر من احب القصائد عندي. احب القصائد بالنسبه للمشاهدين. القصيدة إهداء إلى صديق الطيب عم سعيد الشربيني أبويا، هم يا جمل.
الله